كنت لابسة العباية السوداء بتاعتي، كنت موجودة في شقتي، أنا مطلقة عايشة لوحدي. حصل لي موقف مع بتاع الأنابيب اللي جاي يغير لي الأنبوبة. الموقف ده غريب جدا وعليه حتة خرطوم ما حصلش، بجد كبير جدا. أنا نفسي ما صدقتش، قلت معقولة يحصل لي اللي حصل لي ده؟ أنا اسمي رندا، مامتي متوفية، كنت عايشة مع أبويا، وأبويا حب يتجوز واحدة تانية، ففعلا اتجوزها وجاب لي شقة باسمي وكتبها لي وقال لي الشقة دي انت هتعيشي فيها. أنا الحمد لله ماديا مرتاحة جدا، حتى والدي مرتاحة جدا. المهم أنا اتجوزت فترة واتطلقت، بس بسبب إن هو ما كانش بيحترمني، كان بيخوني. المهم أنا عايشة لوحدي في شقتي، لا بيا ولا عليا. وفجأة الأنبوبة بتاعت البوتاجاز بتاعتي خلصت، كنت عايزة أغيرها. فطبعا قلت لواحدة صاحبتي من الجيران، قلت لها أنا عايزة أغير الأنبوبة، خصوصا إن أنا كنت جديدة في الشقة دي، مش عارفة أي حاجة في أي حاجة. جارتي اللي ساكنة جنبي قالت لي في واحد اسمه محمود بيغير الأنابيب بتاعت البوتاجاز. قالت لي لو أنت عندك الأنبوبة خلصانة وكده أنا ممكن أكلمهولك، أنا عندي الرقم بتاعه. قلت لها طيب يعني أنا جديدة، أنا مش عارفة أي حاجة، قولي لي يعني عايزة الأنبوبة ضروري، أرن عليه دلوقتي ولا أرن عليه إمتى؟ هو دلوقتي هيكون فين؟ قالت لي لحظة خليكي واقفة دقيقة واحدة، هرن عليه أنا من عندي وهقول لك إذا كان في أنابيب ولا لا، وهقول لك ينفع يجي لك ولا لا. قلت لها أوكي اتفضلي روح. وفعلا رنت على محمود ده. بعد ما رنت عليه يا جماعة قال لها أنا خلاص قدامي كام أنبوبة هوزعها وهجيلك. جارتي قالت له بسرعة عشان إيه؟ عشان السكنة الجديدة الأنبوبة بتاعتها خلصت ومش عارفة تعمل أي حاجة. الله حاضر. وفعلا اللي اسمه محمود ده استنيت ساعة كاملة، لقيت باب الشقة بيخبط. أول ما خبط باب الشقة أنا رحت فتحت، قلت مين؟ قال أنا محمود بتاع الأنابيب. طب الحمد لله بسلامتك، وعلى فكرة أنا كنت في انتظارك وكلمت صاحبتي عليك إني محتاجة أنبوبة ضروري جدا. قال لي ممكن يا مدام بعد إذنك أدخل المطبخ؟ قلت له اتفضل. دخل المطبخ شوف الأنبوبة القديمة وفعلا لقيها خلصت. قال لي طب بصي أنا هجيب لك الأنبوبة وهغيرها لك، بس خلي إيه باب المطبخ مفتوح. قلت له تمام يا محمود. بعدين قال لي استنى عليا اصبر شوية، وفعلا نزل تحت وأنا كنت مستنياه فوق. بعد شوية طلع وجاب الأنبوبة معاه، كان شايلها على كتفه ودخل البيت. قلت له اتفضل. راح عند المطبخ، فضل غير الأنبوبة، فك الأنبوبة القديمة وركب الأنبوبة الجديدة. بتصروش يا جماعة بجد قد إيه كنت سعيدة مبسوطة بالموضوع ده، كنت فعلا فرحانة لأن كنت مزنوقة زنقة ما حصلتش. المهم بعد ما خلص قال لي انت اي خدمة يا مدام، اي حاجة محتاجاها عايزاها ده رقمي ورن عليه على طول، مش لازم يبقى في عزول ما بيننا. قلت له عزول يعني ايه؟ قال لي ولا صاحبتك ولا جارتك ولا اي حاجة، انت عايز اي حاجة اطلبيها بنفسك. قلت له ما حاضر يا محمود. قال لي انا مش عايزك تقولي لي محمود. قلت له امال عايزني اقول لك ايه؟ قال لي قولي لي يا حودة، على اساس ان انا هو عايزني ان انا ادلعه. بدلعه اقول له يا حودة، هو لسه النهارده انا شايفاه متعرفة عليه النهارده، بس هو اللي ركب لي الانبوبة. قلت في نفسي امال لو انا كنت عارفاه مثلا بقالي سنة او سنتين كان عامل ايه؟ المهم قال على فكرة انا شغال في الشغلانة دي بقالي 7 سنين. قلت له ربنا يعينك ويساعدك ويقويك. قال لي على الله والله بس بنتعب قوي فيها ومحدش بيقدر. قلت له هتعمل ايه؟ ما هو اكل العيش كده، اللي رماك على المر الامر منه، ومعلش مفيش حد مرتاح في الدنيا دي، ولازم تتعب وتشقى وتجتهد عشان ربنا يوفقك ويكرمك. قال لي بقولك انتي انت ارمله وانا مطلقه. قلت له مطلقه. قال لي ليه طلقك؟ ده انتي بسم الله ما شاء الله عليكي جميله وكلك انوثه، وبصراحه يعني اي حد في الدنيا يتمناك، يتمنى التراب اللي انت بتمشي عليه. قلت له والله يلا كل حاجه في الدنيا دي اسمها نصيب. وبصراحه هو كان مهمني وكان بيخوني وكان معاملته مش كويسه معايا. قال لي ازاي ملاك جميل زيك ده المفروض اللي يتجوزوا يعاملوا بكل لين ورقه واحساس ولطافه كده. قلت له يلا مش كله بيفهم، مش كله بيقدر.
قال لي لا ان شاء الله ربنا هيوفقك ويكرمك بواحد احسن واجدع منه بمليون مره. قلت له تسلم يا محمود. قال لي انا قلت لك ايه؟ قلت لك حوده مش محمود. قلت له ماشي يا سيدي حوده. قال لي الله، طالعه من بقي زي العسل والسكر كلمه حوده. قلت له ميرسي ليك. قال لي بص بقى يا ستي، فضل يلمح وفضل يقول كلام غريب وعجيب. قال لي ان هو كمان مطلق واحدة يعني كان متجوزها، طلقها من 2 سنين ونص، نفسه يتجوز مرة تانية وجرب حظه، وان الوحدة كانت صعبة بالنسبة له. فضل يقول لي يمين شمال شمال يمين، لحد ما شفت حاجات غريبة وعجيبة بدأت تظهر، حاجات غريبة جدا خصوصا من تحت. حسيت ان هو فعلا يعني مش ناوي يجيبها لبره. قلت له طيب خلاص يا محمود، عايز حاجة تانية؟ انت طولت قوي هنا يعني، وبابا حد يسأل عليك حد ما يكون محتاج انبوبة ولا؟ قال لي عادي ولا يهمك، انا ما صدقت لقيتك، انت احلى زبونة، انا اروح اركب انابيب عندها. قلت له ماشي يا سيدي تسلم. قال لي بلاش سيدي قولي لي يا حودة. المهم يا جماعة، قال لي نفسي في حاجة. قلت له اتفضل هي ايه؟ قال لي نفسي اشرب كوباية شاي. قلت له حاضر. وعملت له كوباية شاي وشربها. قال لي طب بصي، انا انتي امتى الانبوبه هتخلص تاني؟ قلت له ايه اللي عرفني، ممكن تقعد اسبوع اسبوعين. قال لي طب بصي الرقم عندك، اول ما تخلص رن عليا، والمره اللي جايه هجيب لك معايا مفاجاه تجنن. قلت له مفاجاه ايه؟ قال لي بس انتي اصبري عليا، اصبري لما لحد ما الانبوبه تخلص. ما تصوروش يا جماعه، كلامه اثر فيا جدا لدرجه ان انا عملت حاجه يعني غريبه شويه. كنت بسخن ميه عمال على بطال، وكنت بستهلك الغاز بتاع الأنبوبة بطريقة كبيرة جدا، على أساس أعرف إيه المفاجأة اللي هو قال لي عليها وإيه الحاجات اللي هو هيعملها. المهم يا جماعة بجد يعني أنا نفسي الشخص دوت كلامه كان غريب جدا معايا، الحالة بتاعته جديدة بالنسبة لي، أسلوب جديد، طريقة جديدة، شخصية جديدة. فإحنا محتاجين دكتور علم نفس علشان نشخص الشخصية دي. بس في النهاية بصراحة هي كانت تجربة مجنونة شوية، بس أنا كنت عايزة يعني أعملها. كنت عايزة أعرف آخرته إيه بالظبط، هو عايز يوصل لإيه، وإيه المفاجأة اللي هو قال لي عليها. ما تتصوروش يا جماعة، لما خلصت الأنبوبة ورنيت عليه كانت المفاجأة غريبة جدا. عمري ما توقعت إن ممكن المفاجأة اللي هو فعلا كان يعني هيقول لي عليها بالشكل ده. علشان تعرفوا المفاجأة وباقي القصة استنوني في الجزء الثاني. يلا أشوفكم على خير.